بعد ما اتكلمنا عن أنواع الذكاءات وإزاي نكون بنتعامل معاها، واتكلمنا عن اختلافات البنت والولد، النهاردة بقى هنتكلم عن طرق التعلم وإزاي تذاكري مع طفلك بحسب طريقة التعلم. هناخد أكتر حاجة بتأثر على فهم الطفل للدراسة، ودي طرق التعلم، وإزاي نكون بنستخدمها في المذاكرة عشان طفلك يفهم. يعني إيه؟ يعني هو مش بيفهم غير بطريقة التعلم دي. عندنا 4 طرق مختلفة في توصيل المعلومة للطفل، والمهارة هنا في اكتشاف أسلوبه ده والاستفادة منها وانتي بتذاكر للطفل وبتساعديه علشان يعمل الواجب. الطرق التعلم 4 هو المتعلم السمعي، المتعلم البصري، المتعلم الحركي، المتعلم المنطقي. ناخدها واحدة واحدة. أولاً المتعلم السمعي. المتعلم السمعي هو اللي بيفهم من خلال السمع، يعني لازم يسمع علشان يفهم. ما ينفعش يكون بيقرأ كده وهو قافل بقه مش بيتكلم، ما ينفعش يقرأ بعينيه بس ما يعرفش يعمل كده. الطفل ده ممكن وهو في المدرسة يقعد في الآخر ويسمع المدرس ويفهم ويستوعب، لأنه بيفهم بالسمع. إزاي نتعامل مع الطفل اللي بيفهم بالسمع؟ أولاً محتاجة توفري ليه مكان يذاكر بصوت عالي. أيوة، لأن هو بيذاكر هيبتدي يقول كذا 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 وقال إيه ونحلها إزاي، هيفضل يقول كده كتير وانت تتضايقي منه. وطي صوتك، ما هو لو وطى صوته مش هيفهم. ما ينفعش خالص تطلبي منه يكون هادي علشان الكل يركز في الدراسة. أنا معاكي لو في طفل تاني مش بيعرف يركز هيبقى متضايق، عشان كده قلت وفري ليه مكان يقعد يذاكر لوحده، لأنه مش هيفهم إلا لو سمع نفسه وهو بيذاكر. القراية بصمت وبعينيه هتخليه ما يفهمش ويشرد في المذاكرة، ومش ده المطلوب. وعلى فكرة هو شاطر جدا جدا لما يكون الامتحان شفوي، ويمكن بيكون أقل شطارة لو الامتحان تحريري. ده المتعلم السمعي. طيب المتعلم البصري عكسه تماما، هو لازم يشوف ولازم عينيه تبص على الحاجة ولازم يبقى مركز بعينيه. يعني الطفل ده ما ينفعش يقعد ورا في المدرسة، لازم يقعد قدام علشان يشوف المدرس وهو بيشرح ويشوف المدرس وهو بيكتب، وإلا يشرد منه. نفس الحكاية معاكي، لازم يكون شايفك كويس وانتي بتشرحي علشان خاطر يفهم. طب ازاي بقى تتعاملي مع الطفل اللي طريقة التعلم بتاعه بصري؟ مهم قوي تكتبي قدامه وتشرحي، مش بس تشرحي بالكلام، لأنه هو محتاج عينيه تكون بتشوف. ومش بس تشرحي كده، لا لا لا، هو محتاج يبقى حواليك أقلام مختلفة الألوان، يعني حتى مش قلم واحد، تقعدي تكتبي ده بحاجة وتكتبي ده بحاجة وتكتبي اللون ده بحاجة وتكتبي النتائج بحاجة. فالألوان الكتير مش هتخليه يبقى بيتلخبط، بالعكس ده هتخليه يبقى مركز. وإذا كان عليه إنه يحفظ نص، مهم أوي تخليه يكتبه، يعني هو مش هيعرف يحفظ ولا يسمع النص غير بالكتابة. وعلى فكرة كمان التسميع نفس الحكاية، قولي له اكتب اللي انت حفظته، لأنه ان طلبتي منه ان يقوم بتسميعه كده شفوي مش هيعرف ينجح وهيتهته وهينسى اللي حفظه، طبعا لأنه طريقته هي البصر مش الصوت. ويمكن الطفل ده شاطر جدا 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 في الامتحانات التحريري، لكن بيتهته لما بيكون الامتحان شفوي. ممكن تعلميه في البيت شوية بشوية يكون بيحفظ أو بيقولك اللي حفظه شفوي، بس لو تهته من فضلك ما تزعقيش، احنا بس بنحاول ندربه علشان لو الامتحان في المدرسة شفوي ما تحصلش مشكلة. ثالث نوع من المتعلم هو المتعلم الحركي. النوع ده بيخلي بقى الطفل حركته كتيرة جدا، هو مش بيبصلك أصلا وانتي بتشرحي، هو يبص يمين ويبص شمال وراسه تبقى تحت ورجليه تبقى فوق ويتحرك ويلعب حواليكي، لكن هو مستوعب كويس قوي اللي بتقوليه. فتقعدي انتي حاسة بقى اقعد اهدى ركز، ما هو لو قعد وهدي وركز واستقر هيفقد تركيزه ومش هيستوعب اللي بتقوليه ايه. طيب تتعاملي معاه ازاي وتحسي انه فعلا مركز مش بيتشاقى؟ بجانب طريقة المذاكرة اللي قلتها قبل كده في نوع الذكاء الحركي، مهم قوي تخليه يتحرك حواليكي وتبقى انتي هادية بدون عصبية وما تصريش انه يكون بيقعد. بعد ما تخلصي اللي انتي شرحتيه بهدوء مش بتحدي، اسأليه انت فهمت اللي قلته ولا لا،
أو ممكن تقولي له طب حل المسألة دي عشان عايزة أتأكد إن أنت فهمته، بس من فضلك ما تبقيش عصبية، أنت مبتسمة وهادية وبس عايزة تتأكدي إنه فهم منك. لو فعلا لقيتيه حل المسألة ده معناه إنه طفلك طريقة التعلم بتاعته حركي، لكن لو محلش المسألة هنقول تتعاملي معاه إزاي، لأنه ممكن يكون مش مركز لأسباب هقولها بعد كده. وعلى فكرة علشان برضو يستوعب اللي بتقوليه مهم قوي تستخدمي جسده والحركة، يعني تخليه يجرب بنفسه، تخليه يجيب وسائل إيضاح ويبتدي يتحرك كده بإيديه ويعمل المعلومة بإيديه، يجيب صلصال يجيب ألوان يعملها هو بإيديه. طفلك صاحب النوع ده من التعلم محتاج إبداع بوسائل الإيضاح المختلفة عشان توصل له المعلومة. آخر نوع من المتعلم هو المتعلم المنطقي، وده اللي بيعتمد على المنطق والفهم، حتى النصوص المطلوب يحفظها بيكون مش قادر يحفظها بدون فهم. صاحب المتعلم ده بيتميز بالذكاء المنطقي، وطريقة التعامل معاها هي نفس طريقة التعامل مع الذكاء المنطقي. من فضلك ارجعي للحلقة دي هتلاقيني اتكلمت باستفاضة ازاي تتعاملي معاه. عايزة اقول بس ملحوظة انه غالبا انت محتاجة تجربي كل الطرق علشان تعرفي ايه الاسلوب المناسب للمعلومة او لتوصيل المعلومة اذا كنت لسه مش عارفة، علشان توصلوا المعلومة بنسبة اسهل وابسط. وعلى فكرة كمان بنسبة كبيرة هتلاقي غالبا في ربط بين نوع الذكاء وبين طريقة استيعابه للمعلومة.